أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. أستاذ جرافة، إيمانويل ماكرون قام بما قام به من تصريحات معادية للجزائر وتصرفات، لكنه برر ذلك أن هناك أحزاب وقوى ضغط ما جعلت منه يقدم على ما فعل. والآن يسعى الطرف الفرنسي وأيضا الطرف الجزائري إلى توطيد العلاقات إلى أقصى ما يمكن. فما ردكم أستاذي؟ والله بداية أقول لأننا أمام الرأي العام الوطني والدولي وليسمعها ماكرون وجماعته في الداخل وفي الخارج. إذا كان ماكرون عنده مشاكل أو عنده معارضة من طرف لوبي يميني أو يساري، احنا في الجزائر السيد الرئيس تبون عنده معارضة من 48 مليون منظمة، أعلى من منظمة اليمين المتطرف في فرنسا، كلهم بدون استثناء، كل جزائري وكل جزائرية حتى اللي مازالوا فراحين مازال ما خرجوش يضغطون بكل قواهم بصوت عال برفض عال مطالبين بحقهم إلى يوم الدين، ولن يقبلوا بأي تسوية خارج إطار الند للند لدولة مع دولة كما بقية العالم. هذه واحدة. ثانيا، لا يمكن حتى ولو قمنا بهذا الدور اللي هو علاقة عادية تبقى الحقوق بيد الشعب الجزائري والأبناء والأحفاد، لأنها لا تسقط بالتقادم ولا يملكها أحد، لا يملكها لا رئيس جمهورية ولا برلمان ولا الجيش ولا اللي يملكها حصريا هو الشعب الجزائري أبا عن جد أو جدا عن أب إلى الأبناء إلى الأحفاد. إذا نقول لهم إذا كنتم تراوغون، إذا كان يقصد بهذه محاولة تهرب ومراوغة للتغطية على تصريحاته القديمة، لأنه تصرح تصريحات خطيرة ضد الجزائر، صرح هو بنفسه وهو رئيس جمهورية تصريحات تدل على أنه لا توجد نية حقيقية للبحث عن علاقة ندية. إذا كان هذا هو المقصود فاحنا تاني عندنا معارضة قوية جدا، ونطالب البرلمان بإعادة فتح ملف تجريم الاستعمار. لازمنا نديروا قانون تجريم الاستعمار، ليس فقط الجزائر تعمل على هذا يا أستاذ. نعم، لا قانونيا تمتوه قانونيا، ونديروا منظمات ونديروا جمعيات ونخليوها للأحفاد تبقى الطالب دائما بهذا الملف. هذا موجود الآن العديد من المنظمات. باش نكونوا واضحين، احنا قلنا ماناش محتاجين فرنسا. إذا كان فرنسا محتاجة علاقة عادية طبيعية نعم. كمع بقية الدول الإفريقية والعربية وغيرها. نعم. هي اللي محتاجة. إذن لازمها هي أولا تستجيب لمطالب الشعب. نعم. لمطالب التاريخ، لمطالب للجرائم التي أقامتها، على الأقل في اعتراف، ثم بعد ذلك البحث عن السبل لإرجاع الحقوق لأصحابها. أستاذ، عندما ذكرت لكن قضية السبل نزيد نوضح. لكن أنا نقول لك أنه ماكرون ذاته كرئيس جمهورية ليس له من الأمر شيء في موضوع العلاقة مع الجزائر. المخابرات الخارجية الفرنسية الملف في العلبة السوداء هناك، وهي التي تدير هذا الملف، ولن تسمح له بالتقدم إلا في إطار الاستراتيجية التي رسمتها. ما هي هذه الاستراتيجية؟ الاستراتيجية هي محاولة ترويض السلطة الجزائرية لكي تقبل فتح هذا الملف بدون أو قبل، مش بدون، قبل معالجة ملف الذاكرة التي ذكرنا بعض أوراقه. احنا هذا رافضينه اليوم وغدا، ونخليه للأحفاد باش يتهناو. إلا حابين صح يديروا علاقة ندية مع الجزائر ويصفيوا الأمور، مرحبا. إذا كان ما حابينش هذه يكونوا متهنيين، لا اليوم ولا في 2030 ولا في 2050. لأن راح نخليوها للأجيال. أستاذ، في إطار
المساعي التي تقدمها الدولتين لتوطيد العلاقات ويعني الابتعاد عن الخلافات. يعني أنشئت اللجنة المشتركة بين الجزائر وفرنسا تحوي على 5 مؤرخين جزائريين و5 فرنسيين. هل يعني ال5 الفرنسيين يعني هم ينتمون إلى طوائف متعددة، يقين يعني يمين يسار معتدلين، هل تواجد وتحت الإشراف المباشر للمخابرات الفرنسية، وهذا خطير. لحظة فقط، يعني الاختلاف في الطوائف، يعني هناك منه يميني هناك منه يساري، هل هذا سيعرقل المساعي بين الدولتين؟ أنا نقول لك المساعي هي الإرادة. إذا كانت فيه إرادة سياسية مركزية للدولة الفرنسية، مش ماكرون يجي ويروح ويلعبوا به كما يحبوا. لكن أستاذ الدولة إذا كانت هذه الإرادة، إذا موجودة هذه الإرادة، رايحين يعطيوا صلاحيات معينة لهذه اللجنة للبحث مع قرينتها، للبحث في ما يمكن إنجازه ولو مرحليا بالتدريج. إذا كانت الإرادة مش موجودة رايحين يستعملوا نفس الأسلوب، لأنهم تيليغيدي رايحين يكونوا بالتليفون يقولوا لهم واش تصدقوا واش ما تصدقوش. أستاذي، نحن الآن نتحدث عن فرنسا الحالية، فرنسا التي تعاني من حراك شعبي. نحن نتحدث عن فرنسا التي تعاني طرد إفريقي. نتحدث عن فرنسا التي تعاني من مشاكل الطاقة. نتحدث عن فرنسا التي هي الآن في أزمة يعني عسكرية وسياسية مع روسيا. هذه فرنسا التي نتحدث عنها الآن. هل فرنسا الآن حقيقة تسعى لإعادة العلاقات، وهل يمكن أن تقدم كل إمكانياتها في سبيل هذا الملف؟ أنا قلت لك هي باش تقدم الآخر إلا كان الإرادة مش موجودة داخل في العقيدة ديالها مستحيل تبقى مراوغة. هناك فرق بين إرادة تبحث عن الحل وإرادة تبحث عن تمرير مشروعها. هي فرنسا تريد تمرير مشروعها واستراتيجيتها الجديدة القديمة، هي قديمة متجددة لأن فرنسا حست بأن أستاذ حتى مع بأنها خسرت في إفريقيا، خسرت وما زالت راح تخسر. وأن المؤهل بشكل طبيعي وعادي وموافق عليه إقليميا ودوليا هي الجزائر. الجزائر راح تعاود تسترجع تواجدها في إفريقيا. وش معنى هذا؟ معنى هذا رايح يكون على وفق نظرهم هما راح يكون على حساب المصالح الاقتصادية، لأنه فرنسا بنت حضارتها المزيفة. إذن فرنسا تحتاج الجزائر، بنت حضارتها المزيفة واقتصادها المزيف والحالة الاجتماعية المزيفة على استغلال المغرب العربي وإفريقيا. أستاذي، بما أن فرنسا تعلم أن الجزائر هي الآن قوة إقليمية، أنها نقطة محورية، وبالتالي فهي تحتاج الجزائر. لا، فرنسا تحتاج الجزائر، يعني أنها تود السعي بكل قدراتها نحو الجزائر. وما دام تحتاج الجزائر يلزمها تجي لتحت ماشي لفوق، تجي لتحت. ما دام هي اللي تحتاج الجزائر. أستاذ بودهان، تصريحات رئيس الجمهورية قال فيها أنه لا تقادم ولا سماح ولا مفاوضات لملف الأرشيف وملف الذاكرة. هل يعتبر هذا رسالة من الجزائر إلى فرنسا أنه هذا الملف هو الذي سيناقش، أو أن هذا الملف لا ينبغي أن نتساوم فيه؟ شوف، قلت من قبل وأكررها الآن بشكل واضح أننا لا نرغب في أن نشوش على الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها السيد رئيس الجمهورية إلى فرنسا. هي مبرمجة كانت قد أجلت ثم عيد الحديث عنها. إذن من الناحية هذه السيد رئيس الجمهورية يمثل الجزائر منتخب من طرف الشعب الجزائري، وهو يعرف ما يقول. صحيح أن ثمة أسس، ثمة مبادئ، ثمة
يعني متطلبات الشعب، ثمة مطالب مشروعة للشعب الجزائري في أن تحفظ وتحمى ذاكرته من أي جهة كانت، يعني يسترجع الأرشيف ونعوض ضحايا عن الجرائم التي ارتكبتها فرنسا بحق الشعب الجزائري. هذا من جهة. من جهة أخرى رئيس الجمهورية في حديثه هذا في الحقيقة بعث بعدة رسائل. بعض هذه الرسائل موجهة لفرنسا بالتحديد، وفعلا قال ملف الذاكرة لا مساومة فيه ولا تنازل فيه، واعلموا جيدا بأن هذا الموضوع سيكون من المواضيع الأساسية التي ستطرح في خلال هذه الزيارة وأثناء هذه الزيارة إلى فرنسا. ثم هل سيطرح أم أنه تحذير أنه لا يطرح بالصفة السلبية؟ لا, يعني لن أدخل في نية السيد رئيس الجمهورية وأعرف إن كان هو تحذير أو، ولكن قراءتي البسيطة أن هذا الملف شئتم أم أبيتم ستكون له الأولوية في لأنه هناك أستاذ أبواق إعلامية تصر منذ مدة، وهي تصر وتؤكد أنه ملف الذاكرة ليس بملف للتفاوض، بل هو ملف بيع وشراء، على أساس أن الجزائر تقدم السوق الجزائرية كلها لفرنسا وتحتكر فرنسا السوق الجزائرية، وأيضا أن تقلل الجزائر علاقاتها مثلا مع الصين، مع روسيا، ومع غيرها من البلدان. يعني هذه التصريحات كلها أتت قبل يعني ما يخرج رئيس الجمهورية ويصرح ويوضح الموقف الجزائري. أستاذ لقمان، الآن أعتقد أنك تأكدت تماما بأنهم دائما باستفزازاتهم بتصريحاتهم هذه المستفزة يعني كان ذلك هذه البيع والشراء كان يمكن أن يكون في وقت من الأوقات، أما الآن فلا الوقت ولا الظروف ولا أي شيء آخر يسمح لهم بأنهم يتحدثون عن الجزائر. هي من تتحدث موقع قوة وليس هم. الآن هم في مركز ضعف تماما. رأينا أن الأفارقة طردوهم شر طردة كما قلت. رأينا أن حتى العديد من الدول الأوروبية تنازلت عن فرنسا، إن أردنا الحديث عن فرنسا تحديدا. الجزائر لديها علاقات متميزة، علاقات متعددة في كل الجوانب التجارية والسياسية والدبلوماسية وغيرها. الحمد لله الجزائر الآن ماضية بخطى ثابتة نحو التواجد بقوة في إفريقيا، استعادت مكانتها الإقليمية والدولية والجهوية. الآن ماشية أيضا في أن تكون عضوا فاعلا وأساسيا في منظمة بريكس الدولية، سمحني، وهي منظمة اقتصادية وسياسية قوية، ولذلك يمكن لنا أن نستغنى تماما عن هذه فرنسا التي ربما يتراءى لها بأنها ما زالت على في مستوى يسمح لها بأن تكون دولة قوية. نعم يا سيد، يا أستاذ، لابد أن يحسنوا من علاقتهم مع الدول الجوار. إذا أردت الحديث عن دول الجوار يا أخي، هم من يستفزوننا دائما وباستمرار، هم من ظلموا الجزائر، هم من احتقروا الشعب الجزائري، هم من استعمروا الشعب الجزائري، هم من أبادوا الشعب الجزائري، وهم من ارتكبوا كل الجرائم البشعة في حق الجزائر. وبالمناسبة جرائم فرنسا لا يمكن أن تسقط بالتقادم حتى ننسى هذا. دائما نحن نتحدث من موقع قوة، لأن القانون الدولي في 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 حقنا وفي صفنا إن شئت، والله مع المظلوم. نعم، ولا كما يقال لا تذهب حقوق، لا تسقط حقوق، لا يسقط أي حق كان وراءه طالب وشيء من القبيل. يعني ربما العبارة بالدقة لم أتي بها كما يقال في هذه المسألة، ولكن الأصل هو هذا. يعني نحن متمسكون بحقوقنا إلى ما لا نهاية، إلى أبد الآبدين. وبالتالي نحن نتحدث عن فرنسا الآن، فرنسا التي طردت من إفريقيا. نعم، سحبت من المشاريع، فقدت الامتيازات، فقدت آلاف المشاريع في الجزائر. كل تقريبا الصفقات منذ العهد الجديد. نعم. الجزائر فقدت تقريبا كل الصفقات. نعم، ولذلك أستاذ هذه فرنسا التي نتحدث عنها. اسمح لي أستاذ، الآن العنجهية والتعجرف لا يخدم على الإطلاق.
الآن هي في مركز ضعف. ويجب أن تعرف هذا جيدا، وهم يعرفون هذا. في لديهم إشكالات كبيرة، إشكالات في اجتماعية واقتصادية، يعني عندهم معاناة كبيرة. ذكرنا من قبل أن تجارهم الآن في حالة إفلاس تام، مؤسسات بالآلاف المؤلفة تغلق. أزمة طاقة وأزمات كثيرة، يعني أزمات كثيرة، ديون كبيرة تراكمت عليها. قلنا ذات مرة أنها يعني من حيث المدة لتسديد هذه الديون تتطلب 67 سنة إن كنت تتذكر هذا. فإذا هي الآن على حافة الإفلاس. فكيف لها أن تتعجرف؟ كيف لها أن تتكلم وكأنها في موقع قوة وتفرض علينا شروطها؟ كيف يعني تصور بأن ملف الذاكرة هو قابل للبيع والشراء؟ قابل للبيع والشراء مسائل، سامحني، قابل الأمور التي تقبل البيع والشراء ربما عندهم، أما نحن رئيسنا قالها، ونحن مع رئيسنا في هذه القضية وقضايا أخرى، يعني لا مساومات ولا تنازلات في هذا الأمر. والأمر في الحق لا يخص شخص واحد أو سلطة واحدة، كل الشعب الجزائري ملتفين تماما وعلى قلب رجل واحد حول هذه القضية. لدينا لجنة الحمد لله متكونة من اختصاصيين، وكنت أريد الحديث ولا بأس إن أشرت إليها بإشارات خبيرة. كلهم مختصين في التاريخ بالمناسبة، كلهم مارسوا مسؤوليات. والأكثر من هذا وذاك أن رئيس الجمهورية شخصيا يشرف عليها، طبعا عن طريق المستشار المختص سيد عبد المجيد. نعم. وبالتالي لنا الثقة المطلقة في أن هذه اللجنة ستعمل بكل سيادة من أجل استرجاع حقوقنا وتراثنا وأرشيفنا يا أخي، وتعويض الملايين من الجزائريين الذين اضطهدوا وتعرضت حقوقهم للاستنزاء الاغتصاب. نعم، حقوقنا بصفة عامة بدون أن نفصل هذه الحقوق سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية. لقد يعني في الحقيقة أقولها باختصار شديد، أتوا على الأخضر واليابس، هكذا حتى يفهم العام الخاص بأننا نقصد الممتلكات والثروات والأرشيف بكل مكوناته والضحايا والأرواح وغير ذلك. نعم. أعود إليك أستاذ جرافة. عودة مثلا لو فرنسا تقبل بكل الشروط الجزائرية وتعود العلاقات الجزائرية الفرنسية بأفضل مما كانت، وتقبل فرنسا بكل البنود، هل هذا يخدم كل دول الجوار أم لا؟ هل يخدم القارة الإفريقية أم لا؟ هو استقرار المنطقة مهمة جدا على المستوى الإقليمي والدولي. كلما كان هناك استقرار كلما رجعت الدول إلى استعمال الحكمة وإلى العلاقات العادية، كلما سهل كلما كان ذلك لصالح الشعوب سواء بالنسبة لفرنسا ولا غيرها. لكن رغم ذلك أنا أعود وأشكك وسنعود إلى هذا البلاطو لنتحدث حول هذا الموضوع، لأنه في هذا البلاطو بالذات نذكر في هذه القناة وفي هذا البلاطو درنا حصة وتكلمنا فيها على المقال الذي أصدره أحد الرموز في الفرنسية، وتكلم عن الجزائر بأنها راهي توشك على السقوط في الهوية. ويومها قلت أنا من هذا البلاطو أن الذي سوف تسقط قريبا في الهوية، وكانت عندي معلومات ومعطيات، إنما هي فرنسا، فانتظروا السقوط في الهوية. وقد سقطت في الهوية وهي اليوم تعاني أكثر من أي وقت مضى. لكن أنا نقول أن الجزائر الحمد لله عندها عقيدة وعندها تراث وعندها قيم وعندها مبادئ على مستوى الدولي، وما هيش من الدول التي تتشفى في الغير أو تريد ابتزاز الغير في حال ضعفهم إلى غير ذلك، رغم أننا قادرين نديروا لها مشاكل. فرنسا هي تعلم قادرين نديروا لها مشاكل، بصح احنا ماناش دولة نصدر الفوضى ولا ندفع للفوضى. نقدم حلول للآخر، لا نقدم الأضرار. لا احنا ما نقدمولهاش حلول، ما نقدمولهاش، هي عدوة وستظل عدوة. علاه أنت تقدم حلول للشيطان؟
لا أقدم حلول لا، للشيطان، هي لكن شيطان. أستاذ نقدم حلول لدول، هي لأنه أصلا فرنسا يا أستاذ هي كي لا الشيطان ننسى. بالنسبة للجزائر. أنا مانيش نهضر بالنسبة للغير. نعم. بالنسبة للجزائر هي أشد من الشيطان، هي أخطر من الشيطان، هي عدوة أبدية. لكن هذه العدوة احنا ماناش مطالبين باش نديروا حرب مع كل الناس، ولا ماناش نقولوا نديروا حرب معها، ولا نديروا مشاكل معها، ولا ندخل فيها كونفلي معها. لا، حابة علاقة ندية في المستوى نتاع العلاقات الدولية. نعم. مرحبا، هي اللي محتاجة، هي هل اللي تجي. هل ماكرون مش مثلا أنا. أستاذي، هل ماكرون يتحمل يعني تبعات ما قدمه أسلافه؟ لا نتحدث عن الدولة وليس عن ماكرون. ماكرون جاي راح، الملف مش في يده. نعم. الملف مش في يد في ماكرون يد حتى من؟ ولو كان. في يد من أستاذ؟ هو في يد الدولة العميقة، في يد الدولة الفرنسية. نعم. في يد المخابرات اللي مازال مشروعها الاستراتيجي. المشروع الاستراتيجي نهار خرج دوغول داروا على 50 سنة، مازال هذاك المشروع هو اللي ماشي. لكن مازالوا ديغول يا حابين أستاذ. يتعاملوا مع الجزائر مع معاملة مش ندية، معاملة فوقية، معاملة تاع وصاية. لكن ومازالوا الظروف يظنوا تغيرت. انه عندهم هنا في أستاذي. الجزائر أستاذي. ابناء واحفاد. نعم يواليهم. أستاذ الظروف تغيرت، الظروف يعني صدمت العالم. كورونا أتى بعدها، يعني الصراع الأوكراني الروسي الغربي، يعني المعسكر الشرقي كله أصبح العالم معسكر شرقي غربي. هذا كله لصالح الجزائر. يعني نعم، يعني هذه المعطيات، هل تبقى فرنسا بنفس الأساليب؟ هذه المعطيات الإقليمية والدولية كلها أو جلها تصب في مصلحة الجزائر والاستراتيجية تاع الدولة الجزائرية. وهل هذا الجزائر دارت استراتيجية نعم. وعقيدة مش أستاذ. ممكن تتخلى عليها، وهي الانفتاح على كل الدول. نعم. وفق قواعد العلاقة الدولية، بدون التنازل لا على مبادئها ولا على أفكارها ولا على هويتها. وماناش مضطرين باش نروحوا لفرنسا، نحن تجاوزنا يعني وماناش محتاجينها. أستاذي، نحن الآن في فرض أنه فرنسا قبلت فرنسا قبلت كل البنود التي نقدمها. ما هو الدليل على أنها قبلت؟ الدليل هو أنها تجرم الاستعمار، الدليل أنها تعترف بجرائمها، الدليل أنها تقبل بمفاوضات حول الحلول. هذا هو الدليل. أستاذي لحظة فقط، نحن نفترض أن فرنسا قد قبلت بكل شروط. هل كل دول إفريقيا لديهم مصلحة في عودة العلاقات وتوطيدها؟ أم هناك من الآن يسعى لخرب العلاقات بين فرنسا والجزائر، يسعى لهذا التباعد بين فرنسا والجزائر يخدم مصالحه؟ لا يوجد من يعمل على تخريب العلاقة إلا داخل فرنسا وداخل الأجهزة المظلمة وداخل أجهزة المخابرات الفرنسية اللي ماسكة بهذا الملف وما حبش باش تطلقوا. نعم. على المستوى العقيدي هذه عندهم عقيدة، ماهيش تعاملات عادية. أستاذي لحظة، أوجه نفس السؤال إلى أستاذ بدهان. أستاذي، عودة، لو افترضنا أن فرنسا قبلت بالبنود الجزائرية وعادت العلاقات الجزائرية الفرنسية كغيرها من العلاقات، هل يخدم هذا مصلحة كل الدول الإفريقية أم أن هناك من يسعى لإفساد هذه العلاقات؟ والخلفيات ليست بريئة بالنسبة لفرنسا، دائما تنطلق من خلفيات سيئة دائما. طبعا هي مساعيها معروفة لدى العام الخاص، ونحن في الحقيقة في غنى عن علاقاتنا معها بصراحة. يعني لدينا علاقات كما قلنا مع دول متنوعة ذكرناها. الآن اتجاهنا إلى منظمة بريكس يا أخي، وقبل وحتى يعني بدون بريكس إذا سمحت أستاذ. توسعة. نعم أستاذ، لدينا علاقات جيدة مع إيطاليا، مع تركيا، مع العديد من دول، مع ألمانيا خاصة ألمانيا الآن. ألمانيا بالمناسبة داخل أستاذ ألمانيا يعني الآن في مرحلة مفاوضات بشأن الاستثمار في غار منجم غار جبيلات. نعم. وإلى جانب الصين وإلى جانب الدول. يا أخي الحمد لله علاقتنا حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقات جيدة. يعني لماذا فرنسا دائما نبكي عليها، أو البعض الآخر اللي يبكي على إعادة أو نحن لا نبكي على أحد، ولكن نسعى للتوسع، لتوسيع علاقاتنا بقوة الجزائر. يا أستاذ، نوسعها مع الدول اللي تحترمنا، نوسعها مع الدول اللي ما استعمرتنا
تحتقرناش ما تطعناش في الظهر، الدول اللي ما تحتقرناش، الدول اللي ما تسبناش يا استاذ، ما تسبش ثقافتنا، لغتنا، تاريخنا، رموزنا، مؤسساتنا يا اخي. هذو يعني في الحقيقه سامحني، والله لا يؤتمن جانبهم بكل بساطه وبكل وضوح. نحن نفترض فقط لو افتراض، ولو يا سيدي فرنسا قبلت بكل الشروط وعادت العلاقات بقوة، كيف تعود؟ ألا يخدم هذا الجزائر؟ نحن نحتاج أي إنسان. نعم، شوف، يكون هناك يعني بينة تصالح، حيكون فائدة يعني. أستاذ فائدة زائدة للجزائر. سامحني أين المشكلة أستاذ؟ سامحني شوف أستاذ، الجزائر من حيث المبدأ وانطلاقا من دستورها نعم تسعى دائما الى احلال الامن والسلم في كل انحاء المعموره. هذا مبدا، وكما قلت لك يعني يكفي اننا نراجع خاصه المادتين 32 و33 من الدستور الحالي، دستور نوفمبر 2020، سنجد بان الدوله الجزائريه ملزمه ببذل كل مساعيها، كل ما جهودها من أجل هذا بث الأمن والاستقرار في كافة الربع. ولكن يا أخي إفريقيا خلاص سحبت البساط من تحت فرنسا وطردتها كما قلت لك شرطت من مالي، من بوركينا فاسو، من العديد من الدول. ما الذي بقي لفرنسا حتى تشدق بأنها ستعيد خلاص؟ هذا الأمر تجاوزته الأحداث. هذا الأمر كان يمكن أن يحصل، أن يكون من يعني تريد تحسين العلاقات وعودتها إلى لست أنا من يريد. من يريد؟ نحن كعلاقة يعني كدولة كجزائر، نعم، الآن أصبحنا دولة محورية. نعم، الجزائر أصبحت ذات قوة، ذات سيادة، ذات توسع. نعم، نحتاج إلى كل العلاقات، نحتاج الجزائر تحتاج لكي تكون أكثر محورية، تكون لديها يعني أكبر كم من العلاقات. يعني قلت لك بأننا والحمد لله نوعنا من علاقاتنا الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية مع دول محترمة جدا في العالم، دول قوية يا أخي. يكفي أن نذكر روسيا، الصين، أستاذ، مثلا توجد لدينا تقارير إعلامية أنه مثلا الجانب المغربي لا يخدمه عودة العلاقات الجزائرية الفرنسية. بارك الله فيك. ويسعى من الصباح إلى المساء وهو يحارب فيها. يعني صحيح. هذا شوف كل ما تقوم به الجزائر بالنسبة للكيان المخزني، أقول الكيان المخزني وليس المغاربة، وليس الشعب المغربي، الكيان المخزني تحديدا مع الكيان الصهيوني. هذين الكيانين يعني من الأعداء الدائمة والمستمرة ليس فقط للجزائر وإنما لكل شعوب العالم. لاحظ ما يقوم به الكيان الصهيوني ضد في السودان مثلا. الحرب مشتعلة ولا تريد أن تتوقف بإرادة أو برغبة من الكيان الصهيوني. والكيان المخزني مع الأسف الشديد دائما يقف حجر عثرة في كل المسائل التي تقوم بها الجزائر هنا أو هناك، كانت أو تعلق الأمر بالجوانب السياسية أو الاقتصادية أو غيرها. فإذا محاولات، ولكنها ستبقى محاولات يائسة ولا تصل إلى أي نتيجة بإذن الله وبفضل التوحد أو العلاقة، إن شئت تقوية العلاقة الطبيعية بين الجيش الوطني الشعبي والشعب ومؤسسات الدولة وهيئاتها ومنظماتها والشعب الجزائري بصفة عامة. قلت لك جيش قوي بشعب أبي وبالمؤسسات التي ذكرناها وخاصة مواطنينا إن شاء الله سنكون دائما بالمرصاد لأي محاولة مهما كانت أتتنا من الشرق أو من الغرب أو من أي مكان، وخاصة من الكيان المخزني أو الكيان هذا أكيد أستاذ. نحن بالمرصاد والشعب يعني بالمرصاد لهؤلاء جميعا. نعم أستاذ، يعني لم يتبقى يعني من الوقت الكثير. يعني سؤال يعني نهائي وأتمنى تكون إجابة يعني مختصرة. ما هي تطلعاتكم أستاذ حول معالجة هذا الملف؟ يعني هل هناك هل الملف هذا سيذهب سلبا أم إيجابا؟ يعني تطلعاتنا هي تطلعات الشعب الجزائري تاريخا وحاضرا ومستقبلا. تطلعاتنا في هذا الموضوع هو تحديد هذه الجرائم وإحصائها وترتيبها
والدفاع عليها ونقلها من جيل إلى جيل، من الأجداد إلينا يعني إلى أستاذ، الأحفاد. هل ستعترف فرنسا أم لا تعترف؟ هل ستقبل بالبنود أم لا تقبل؟ تأتي مرغمة. هي في وقت معين كانت رافضة باش تطرح هذا الملف أصلا. إذن هي ستأتي مرغمة، وإذا ما جاتش سنطالبها وستطالبها الأجيال. نعم أستاذ. أما إذا كان نتكلموا على العلاقة العادية، العلاقة في إطار العلاقات الدولية، دولة مقابل دولة، في مصلحتنا احنا كجزائر، وين هي؟ ما تمليش عليا فرنسا ندير علاقات معها هي ونقطع العلاقات مع الآخرين. هذا هو اللي مرفوض. نحن ما دولة تمليش سيدة علينا أستاذ. السياسة تاعنا، ما تمليش علينا التوجه. أستاذ نحن دولة سيدة ولا أحد يملي علينا أي إملاءات. إذن احنا واضحين تماما. نعم. واضحين، احنا ماناش محتاجينها، ماناش نعم. مضطرين لها. نعم. هي الآن إذا كان جات وفق ما نطالب به نحن وهو حق مشروع، ماناش نفتري، إذا كان جات في هذا الإطار وفتحت الملف وقبلت بإدراجه على الأقل على مستوى المناقشة وكذا، ومن بعد نروحوا لتطبيع العلاقات في الإطار الاقتصادي العادي. وصلت الفكرة أستاذ بدهان، ما هي تطلعاتك حول المساعي الفرنسية الجزائرية حول ملف الذاكرة؟ أنا أقول الأمر داخلي يخصنا نحن قبل أن يخص فرنسا. أقول بأن لابد من أقصد من هل حماية سأتي لابد من آليات أكثر، يعني آليات قوية أكثر لحماية ذاكرتنا الوطنية، أرشيفنا، تراثنا. هذه الآليات يجب أن تعزز. القانون المجاهد والشهيد قانون 99/07 يتحدث عن مجلس على للذاكرة. نتمنى أن ينصب هذا المجلس بمناسبة مثلا عيد الاستقلال. نتمنى أن تفعل بقية الآليات الأخرى سواء كانت قانونية أو مؤسساتية. لدينا ترسانة من القوانين بدءا بالدستور، بالالتزامات رئيس الجمهورية، طبعا بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتراث والتراث الثقافي والتاريخ وما إلى ذلك. لدينا قوانين عضوية وأخرى عادية، منها على سبيل المثال القانون 98/04 المتعلق بحماية التراث الوطني أو التاريخي، القانون مثلا 79/07 المتعلق بقانون الجمارك، القانون 99/07 المتعلق بالمجاهد والشهيد، وقوانين كثيرة تتعلق بالعلم الوطني، بالرموز الأخرى الوطنية. لدينا طبعا مؤسسات أذكرها باختصار شديد، رئاسة الجمهورية طبعا عن طريق المديرية العامة للأرشيف. لدينا وزارات المجاهدين، وزارات الثقافة، وزارات وزارة الدفاع الوطني، من خلال المتاحف الوطنية، من خلال المراكز الوطنية، من خلال وزارة التعليم العالي أيضا، من خلال الكليات خاصة كليات التاريخ، ومن خلال المديريات الولائية سواء التابعة لوزارة المجاهدين أو التابعة لوزارة الثقافة. والعديد من الآليات الأخرى يجب أن تفعل حتى نحمي تراثنا، حتى نحمي ذاكرتنا. أقول بأن طبعا ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. أقول هذا يا أخي رئيس الجمهورية سيدة، اسمح لي، الجزائر سيدة ولا تقبل، لا نقبل نحن كشعب أن تملى علينا أي إملاءات أو شيء. أطرح سؤال مباشر أستاذ، هل ستتم المفاوضات أم لا تتم؟ أعتقد أن رئيس الجمهورية طالما أن زيارة، طبعا الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها لفرنسا بدون شك ستكون إيجابية أم سلبية؟ والله نحن لا سامحني، ليس هناك رئيس دولة مع رئيس دولة. نحن نتحدث عن ملف الذاكرة، لا نتحدث عن اللقاء. التفاوض نحن نتحدث عن ملف الذاكرة، لأنه هذه خطوط حمراء. المؤسسة الجيش قالت أنها خطوط حمراء، مؤسسة الرئاسة قالت أنها خطوط حمراء، وقبلهم وبعدهم الشعب الجزائري 48 مليون يقول أنها خطوط حمراء غير قابلة للتصرف. ونحن أيضا التصرف فين؟ التصرف هو في العلاقة اقتصادية واجتماعية وعادية. أستاذي، وصلنا لنهاية الحلقة، أشكركما. ونحن أيضا نقول أن كل تاريخ الجزائر خط أحمر، ونقول لكم إلى اللقاء. صحيح. الله